عمرك فكرت ان الوقت اللي بتضيعه كل يوم ممكن يبقى هو نفسه بداية البيزنس بتاعك؟ فليه لحد دلوقتي ما استخدمتوش؟ في تقرير من فوربس بيقول ان اغلب اللي فتحوا مشاريع ناجحة كانوا بادئين من هم لسه موظفين او طلبة، والنجاح اللي عملوه كان بسبب ان هم ما استنوش اليوم المناسب واستغلوا وقتهم. فخليني اقول لك ازاي تبدا بقى بيزنس زيهم وانت مشغول. اول حاجة لازم تختار فكرة بسيطة وتكون ماشية مع وقتك. في البداية مش لازم تبدا بحاجة كبيرة، فابدا بحاجة صغيرة زي المونتاج او الجرافيك او الكتابة عشان تقدر تعملها بجانب شغلك او مذاكرتك. وتاني حاجة خصص ساعة واحدة بس في يومك، بس المهم ان الساعة دي تكون تركيز فتساوي يوم كامل، لانك مش محتاج تشتغل طول اليوم، انت محتاج تشتغل على نظام. وتالت حاجة يبدأ بخطوة صغيرة مش خطة ضخمة، زي اول بوست، اول فيديو، اول عميل، اول منتج تجربه. الصغير هو اللي بيكبر. ورابع حاجة استغل وقت المواصلات او الفراغ، يعني زي 20 دقيقة في الطريق او نص ساعة قبل النوم، دول لوحدهم كافيين انهم يعملوا بيزنس خلال شهور، وده عن تجربة. وخامس حاجة اتعلم وانت ماشي، لان مفيش حد بدأ وهو جاهز، فابدأ اتعلم وتطور واجهز، وده الطريق الطبيعي. وسادس واخر حاجة ودي مني ليك، خلي هدفك انك تمشي خطوة كل يوم. يعني هنا مش لازم تعمل كل حاجة مرة واحدة، بس كفاية انك تعمل حاجة واحدة بس تفرق معاك في بكرة. وخليك عارف انك لو عملت كده هتلاقي نفسك بعد فترة بسيطة بقى عندك شغل جانبي ودخل اضافي ومشروع صغير ممكن يكبر لاي حاجة. وبس كده، لو مهتم تعرف اكتر عن البيزنس او تعمل فلوس، متنساش تعمل لايك وفولو. انا عمر درش، وده العالم من وجهة نظري.